هذه إذاعة إرنا. الفضليات مستمعاتي والأفاضل مستمعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 12 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، وفيها يستعرض كتاب الراحل المقيم الأستاذ محمد سعيد ناود العروبة والإسلام في القرن الأفريقي. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد وجود المئات من اللاجئين الإريتريين في جنوب السودان. السعودية تسمح للمخالفين لقانون الإقامة بمغادرة البلاد دون عقوبات. الموت يغيب الفنان السوداني الكبير عبد العزيز المبارك. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في آخر تقرير لها في نهاية الشهر الماضي أن 2420 لاجئا إريتريا يتواجدون حاليا في جنوب السودان، خاصة في مدينة جوبا وأنحاء أخرى من البلاد. وذكر التقرير بأن 18% من هؤلاء اللاجئين هم من النساء، كما توجد بينهم أعداد كبيرة من الأطفال. وكان اللاجئون الإريتريون في جنوب السودان قد طلبوا حماية المنظمات الدولية والأمم المتحدة أثناء اشتداد معارك الحرب الأهلية هناك. الجدير بالذكر بأن أعدادا من هؤلاء اللاجئين غادرت إثيوبيا بعد تطبيع العلاقات الإريترية الإثيوبية وقيام أجهزة الأمن الإريترية بمطاردة بعض اللاجئين هناك، مما اضطر العديد منهم إلى مغادرة إثيوبيا إلى كل من كينيا وجنوب السودان. ذكرت صحيفة عكاظ السعودية بأن سلطات الهجرة السعودية سمحت لمواطني كل من السودان ونيجيريا وإريتريا وتشاد والصومال ودول أخرى بمغادرة البلاد دون ما أي عقوبات أو غرامات خلال فترة لا تتعدى 3 أشهر. وجاء هذا القرار ضمن حملة لتصحيح أوضاع المخالفين في المملكة، وبموجب القرار هذا فإن من يغادر المملكة بشكل نهائي يسمح له بالسفر دون أن يتعرض للحبس أو الغرامة. وكانت السلطات تحتجز المخالفين في سجون الترحيل حتى انتهاء مدة العقوبة أو دفع غرامات مالية كبيرة لا يستطيع المخالفون في العادة دفعها لعدم السماح لهم بالعمل نتيجة مخالفة قوانين الإقامة. غيب الموت في القاهرة يوم الأحد الماضي الفنان السوداني الكبير عبد العزيز المبارك. وكتب الأستاذ سيف الدولة الفكي عنه قائلا: فقدت الساحة الفنية السودانية الفنان الإنسان عبد العزيز المبارك الذي وافته المنية ظهر يوم الأحد الماضي في القاهرة. ويعد عبد العزيز المبارك من رواد الأغنية السودانية، ومن أشهر أغانيه طريق الشوق، أحلى جارة، وبتقولي لا. وأنتجت هيئة الإذاعة البريطانية BBC للراحل الكبير بعض أغانيه، ومنها أحلى عيون بن ريدة ويا عسل رايق مصفى، مما أدى إلى انتشارها في عدد كبير من الدول كالولايات المتحدة واليابان وكندا وهولندا وبلجيكا وألمانيا وغيرها من البلدان الأوروبية. ولقي عبد العزيز المبارك في بداية مشواره الفني تعاونا من بعض الفنانين الذين سبقوه في الساحة الفنية، فقدم له الفنان الطيب عبد الله أغنية طريق الشوق كهدية، وهي من كلماته وألحانه، كما هداه ثنائي العاصمة أغنية ليه يا قلبي ليه، ومن كلمات الدكتور علي شبيكة وألحان السن الضوي. ونقل الأستاذ سيف الدولة الفكي التعازي الحارة لكل أهاليه وعموم أهاليه وأحبابه خارج وداخل السودان. نسأل الله أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر مستمعي ومستمعات الأفاضل من الخرطوم، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد وجود المئات من اللاجئين الإريتريين في جنوب السودان. السعودية تسمح للمخالفين بمغادرة البلاد دون عقوبات. الموت يغيب الفنان السوداني الكبير عبد العزيز المبارك. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. نحييكم أيها المستمعون الأعزاء في كل مكان، وأنتم تتابعون برامج إيرينا الدولية. وفي هذه الحلقة سادتي من برنامجكم الأسبوعي متابعات، سندلف إلى التاريخ ورواده وكتابه. في هذا اليوم سادتي يسعدنا أن نتوقف مع المناضل الكاتب الأستاذ محمد سعيد ناود لنستنطق أوراقه وكتاباته وبعضا من مؤلفاته. فأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة. هذه إذاعة إيرينا. الأستاذ محمد سعيد ناود عزيز المستمع، الذي ولد عام 1926 وتوفي عام 2010 رحمه الله، ويعرف لدى الكثيرين بأنه مواطن القطرين إريتريا والسودان، وهو أحد مؤسسي حركة تحرير إريتريا، كما أنه أحد أبرز الأسماء الثقافية والسياسية في إريتريا. صدر له عدد من المؤلفات، منها سادتي نذكر قصة الاستعمار الإيطالي لإريتريا، العروبة والإسلام في القرن الإفريقي، إريتريا طريق الهجرات والديانات ومدخل الإسلام إلى إفريقيا، عمق العلاقات العربية الإريترية، حركة تحرير إريتريا، الحقيقة والتاريخ، شخصيات ورموز إريتريا، رحلة الشتاء الرواية، شاهد على بعض عصره، من أمثال الشعوب، تاريخ الطريقة الختمية في إريتريا، صفحات هامة من تاريخنا إريتريا من عام 1941 حتى عام 1958، الاستعمار الإيطالي وممارساته في إريتريا وعموم المنطقة، والتاريخ المشترك بين إريتريا ودول الجوار. كان حافلا بالعطاء نضالا وكتابة وحضورا. أيها الإخوة المستمعون، سنتوقف في هذه الحلقة مع بعض مما خطه الأستاذ الراحل ناود في كتابه العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي. فأهلا ومرحبا بكم إلى إيرينا الدولية. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. في كتابه هذا قال الأستاذ محمد سعيد ناود رحمه الله: العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي تعتبر عنوانا أكبر من البحث الذي يحتويه هذا الكتاب، ولكن ما يرد في هذا الكتاب يعتبر مدخلا للمزيد من البحوث لاستكمال الموضوع وإعطائه حقه وإشباعه بحثا وتوثيقا. والعربية أو العروبة التي يشملها بحثنا ليست دعوة عنصرية، ولكنها حضارية ثقافية تاريخية. فالعنصرية والنازية هما اللتان تميزان بين البشر على أساس اللون والملامح والمزايا. أما العروبة أبعد ما تكون عن هذا المفهوم المنحرف الذي عانت ولا تزال تعاني منه البشرية، غير أن العرب تعتبر أن كل من يتكلم العربية فهو عربي، ويؤكد ذلك الحديث الذي رواه الحافظ ابن عساكر بسنده إلى مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حيث قال: هؤلاء الأوس والخزرج قاموا بنصرة هذا الرجل، فما بال هؤلاء؟ فقام إليه معاذ فأخذ بتلابيبه حتى أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بمقولته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه حتى دخل المسجد، ثم نودي الصلاة الجامعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الرب واحد، وأن الأب واحد، وأن الدين واحد، ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا أم، إنما هي لسان، فمن يتكلم بالعربية هو عربي. فقال معاذ وهو آخذ بتلابيبه: ما نقول في هذا المنافق؟ قال: دعه إلى النار. فكان ممن ارتد فقتل في حرب الردة.
هذه إذاعة إرنا. ويواصل الأستاذ ناود حيث يقول في كتابه: والذي يؤكد بأن العروبة لا علاقة لها بالعنصرية هي الهجرات العربية التي شملت أجزاء واسعة من العالم خاصة بعد ظهور الإسلام، وتلك الموجات من المهاجرين لعبت دورا رائدا حضاريا وثقافيا واقتصاديا، والعرب والمسلمون كانوا سباقين إلى هذا المضمار. فعندما كانت أوروبا في عصر الظلام والهمجية والتخلف، فإن العرب والمسلمين هم الذين نقلوا لها الحضارة والثقافة في الأندلس، والتي لا تزال آثارها باقية حتى اليوم، كما أن العرب هم الذين سبقوا الغرب في الاختراعات والعلوم والرياضيات والفلك والطب. وعندما كان العرب يرتادون مختلف القارات حيث امتدت دولة الإسلام، فإننا لم نسمع بأنهم ميزوا بين البشر على أساس عنصري، وعلى العكس من ذلك تماما كان سلوك الغرب الذي بحروبه الصليبية مؤججا للصراعات بين الأديان، ثم تبعه بتجارة الرقيق والتي كانت امتهانا فاضحا للبشرية، وختمه بالاستعمار الذي كان استعبادا مكشوفا للشعوب. تتميز عزيزي المستمع كما يقول الأستاذ ناود في كتابه: تتميز أرض العرب بخصائص قلما تتوافر لغيرها، فهي تقع في قلب العالم في منتصف الكرة الأرضية بين الشرق والغرب، وهي أيضا أرض الحضارات والرسالات السماوية، حيث إن كل الأنبياء ظهروا في هذه المنطقة، وقد حباها الله بخيرات لا تعد ولا تحصى. فهي منطقة تتميز بالأرض الشاسعة ثم الكثافة البشرية والعراقة في الحضارة والتاريخ، كما تمتلك الثروة الحيوانية والأرض الزراعية ومصادر المياه، وأخيرا الطاقة المتمثلة في بحيرات من البترول مما زاد في أهميتها. ولكل هذه المزايا فإننا نلاحظ بأن شعوب هذه المنطقة تمتلك مناعة ضد الإضمحلال، بل تتمتع بالحيوية والاستمرار والنهوض بعد السقوط رغم تكالب قوى الشر عليها في مختلف العصور. فهي منطقة ليست خامدة أو هامدة، بل هي في حركة دائمة وارتياد الآفاق. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. هذه إرينا الدولية سادتي، وتتابعون من خلالها حلقة جديدة في برنامج متابعات، ونتابع هذه المرة في التاريخ قراءة من كتاب الأستاذ محمد سعيد ناود رحمه الله: العروبة والإسلام في القرن الإفريقي. ويقول الكاتب: وعودة إلى موضوع هذا البحث، العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي، أود الإشارة بأن القرن الإفريقي يقابله القرن العربي، وكلاهما في جسد واحد رغم الشريط المائي الضيق الذي يفصل بينهما في بوغاز باب المندب. والبعض يعرف القرن الإفريقي بالصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، وهذا تعريف مبتور، حيث إن السودان ومصر جزء لا يتجزأ من المنطقة التي يتم تعريفها بالقرن الإفريقي تاريخا وحضارة وثقافة ومصيرا ومصلحة وتأثيرا وتأثرا. كما أن الشاطئين الشرقي والغربي للبحر الأحمر يرتبطان مصيرا وثقافات وحضارات وتاريخ وأديان ومصالح في الماضي والحاضر. ولذا فإن النبذة القصيرة التي أوردناها في صدر البحث هذا عن الجزيرة العربية من ممالك وأديان وخلافها نجدها منعكسة لدرجة التطابق في الشاطئ الآخر للبحر الأحمر. وإذا كان هناك تاريخ محلي لأي من أقطار القرن الإفريقي وأقطار الجزيرة العربية، فهناك أيضا التاريخ العام، أي الأحداث الكبيرة، وهي تشمل المنطقة بكاملها، وبهذا يصبح تاريخها واحدا. وما تطرقنا إليه كما يقول المرحوم الأستاذ ناود، وما تطرقنا إليه من الأحداث التي مرت بمنطقة القرن الإفريقي ليس سردا لتاريخ العروبة والإسلام بهذه المنطقة، لأن ذلك
مسجل ومعروف وحفلت به الكثير من الدراسات والبحوث والوثائق، ولكن ما أوردناه هو ما يفيد الربط بين الجزيرة العربية والقرن الإفريقي. كما أن الهدف من التطرق لمواقف وأحداث وحقب من تاريخ المنطقة هو تبصير وانتشال الجيل الحالي من الضبابية والغموض حول هويته وتاريخه وانتزاعه من التفكير القطري الضيق وربطه بمحيطه الواسع. وهذا مرتبط تماما ليس بماضيه وحسب بل بحاضره ومستقبله. ولذا عندما تطرقنا للحديث عن البجا أو أكسوم والممالك الأخرى التي قامت بالمنطقة فقد لمسناها لمسا خفيفا فيما يربطها بالعرب وفيما يخدم أهداف هذا البحث، ولم نتناولها بإسهاب أو بأسلوب السرد التاريخي، وأن الفكرة الأساسية هذا البحث تدور حول عروبة وإسلام القرن الإفريقي، المصير المشترك، التاريخ المشترك، المصالح والمستقبل المشترك. ولأهمية هذه المنطقة عزيزي المستمع كما يقول الكاتب الأستاذ المناضل الروائي محمد سعيد ناود، ولأهمية هذه المنطقة وموقعها الاستراتيجي وما تحويه من خيرات فقد تنافست عليها القوى الكبرى في كل العصور، بل حاولت الهيمنة عليها، ومثالا لذلك الفرس والرومان والبرتغاليين والأتراك، ثم الاستعمار الأوروبي في القرن الماضي، ثم الصراع بين الشرق والغرب في مرحلة الحرب الباردة وقبل انهيار المعسكر الشرقي. وهذا النوع من الصراع والتنافس المدفوع بالمصالح وبسياسة الهيمنة لا زال قائما، والدوائر الطامعة في خيرات هذه المنطقة اتبعت سياسة فرق تسد الاستعمارية، وأبرز مظهر لذلك هو إثارة الشكوك والحساسيات ضد العروبة والإسلام، وافتعال معارك بين الإسلام والمسيحية، ومعارك أخرى بين العرب والزنوج. وهذه السياسة لم تكن إلا مؤامرة رسمتها وحاكتها ونفذتها ولا تزال تنفذها حتى اليوم الدوائر الطامحة والطامعة في خيرات القارة الإفريقية وإبعادها عن المحيط العربي والإسلامي الذي لم يكن في يوم من الأيام سببا من أسباب التخلف بقدر ما كان يحمل دوما مشاعر الحضارة والثقافة. وأن هذا الوهم بوجود صراع عربي زنجي وصراع إسلامي مسيحي وتقضيته هذا الداء مطلوب اجتثاثه من جذوره، فالسلام والتعايش بين الأديان تقره الشرائع السماوية، كما أن الصراع حول اللون والعنصر لا وجود له إلا في أذهان المخططين للمحافظة على تخلف وتمزق وانقسام شعوب المنطقة. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، إن الحدود الجغرافية كما يرى الأستاذ ناود، نعم، إن الحدود الجغرافية بين أقطار القرن الإفريقي هي حدود مصطنعة، وقد صنع معظم هذه الحدود من قبل الاستعمار الأوروبي في القرن الماضي، وليس هذا في القرن الإفريقي وحسب بل في كل إفريقيا. وهذه حدود وهمية عطلت التمازج والانصهار والتفاعل بين شعوب هذه المنطقة، وخلقت بينها فواصل وحواجز وحساسيات ساهمت في التخلف وأضاعت الجهد والوقت في صراعات هامشية مثل عقلية التوسع على حساب الجوار، والتي تشبع بها بعض الحكام المحليين وخاضوا حروبا منهكة لهذه الشعوب. وحتى من امتلك الأرض الشاسعة بعد أن توسع على حساب جيرانه فإنه حافظ على التخلف ومنع التطور والتقدم عن رعاياه. وإن خطر، أي إذا ما خطر على الكتاب والمهتمين والباحثين الأخطار السياسية، فإن خطر سياسة وضع الحواجز بين الشعوب يتمثل فيما فعله البريطانيون في السودان بالفصل بين شماله وجنوبه، ووضع قانون المناطق المقفولة على مدى نصف قرن كانت نتيجته هي ما يجري اليوم من صراعات ليست في صالح الجنوب أو الشمال، بل إن هذا الصراع الدموي
كان ولا يزال سببا في تعطيل التنمية والبناء والاستقرار السياسي. عندما كتب الأستاذ ناود ذلك كان الشمال والجنوب دولة واحدة في ذلك الوقت، وقد حدث ما حدث سادتي. هذه جزئية ليست مما نقرأه من الكتاب. عزيزي المستمع، وكما يقول الأستاذ ناود الكاتب الراحل المرحوم رحمة الله عليه، وهنالك مثل آخر وهي الحرب الإريترية الإثيوبية التي دامت 30 عاما وأنهكت الشعبين، لأن الأصابع الخارجية بالتعاون مع عملائها أرادت ذلك. إن منطقة القرن الإفريقي عزيزي المستمع كما يراها الأستاذ ناود التي اشتهرت بالمجاعات خلال العقدين الماضيين ليست فقيرة، بل هي منطقة واعدة بكل الخيرات، وتعيش اليوم حالة مخاض لميلاد واقع جديد. فقد بدأت هذه المنطقة تشعر بمصالحها المترابطة وبمصيرها الواحد، وبدأت تتحرر من الأصابع الخارجية، ونلاحظ ذلك في محاولاتها الدائبة لمساعدة بعضها البعض للتغلب على المشاكل والمصاعب. وهذا لم يكن متوافرا في الماضي، حيث كان يحاول كل منها تعميق وافتعال مشاكل للآخر وتقضيتها، بحيث عم عدم الاستقرار والتوترات بينها لقرون. والآن هي مطالبة أن تتفرغ للبناء والتنمية وإسعاد شعوبها، بعد أن سقطت عقلية الصراعات الدينية التي تحركها أصابع خارجية، وبعد أن سقطت عقلية التوسع في الأرض على حساب الجيران والاستعانة بالغرباء من وراء البحار على الجار والشقيق. وهناك العملاق الذي فرض عليه العزو والتخلف والعيش في حياة الغابة البدائية سنين عديدة، فإنه ينهض رويدا رويدا، وسيكون له دور كبير في قابل الأيام. أما ثروات هذه القارة فمهما كان حجم ما نهبه الاستعمار، فإنها لا تزال قادرة بكرا تحتفظ في جوفها بكل خيراتها. إن الكثير من المخترعات والمنجزات التي حققتها البشرية كانت في يوم من الأيام أحلاما تدور في الرؤوس، والحمد لله الذي حقق الكثير من أحلامنا. فعندما كنت طفلا صغيرا، يقول ناود، شاركت في العديد من المظاهرات الطلابية بمدينة بورسودان، وأن أهتف مع الآخرين: الشجرة التي تروى بالماء والحرية تروى بالدماء، عاش السودان حرا مستقلا. وكان حلمي أن أرى السودان خاليا من الاستعمار البريطاني، وقد تحقق هذا الحلم عندما كنت موظفا، حيث حضرت في رفع علم السودان وإنزال علمي دولتي الحكم الثنائي في مبنى المحافظة. ثم كتب الله لي وأنا في بداية طور الشباب أن أقوم بتأسيس حركة تحرير إريتريا في أواخر 1958، وقد كان حلمي أن أرى إريتريا محررة من الاستعمار الإثيوبي، وأصبح هذا الحلم حقيقة اليوم، أي حقيقة اليوم. أما حلمي الحالي هو أن أرى القرن الإفريقي وحدة سياسية واقتصادية واحدة، فلم تعد هذه الحواجز والحدود المصطنعة لصالح شعوب القرن الإفريقي. إني مؤمن كل الإيمان كما يقول الأستاذ ناود في كتابه العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي، إنني مؤمن بكل الإيمان بأن تكاملا سياسيا واقتصاديا وثقافيا سيربط هذه المنطقة بكاملها وفي الشكل الذي يختاره أبناؤها بإرادتهم الحرة. كما سترتبط هذه المنطقة مثل ما كانت في يوم من الأيام في شكل تكامل عربي إفريقي، يكون نواة لخلق قوة عالمية يحسب لها 1000 حساب. وهذا الحلم يستند إلى الواقع، حيث كانت هذه المنطقة ذات مصير واحد في الماضي، وذات علائق ووشائج لن تنفصم مهما حاول ذلك أعداؤها. ونحن في عالم اليوم عالم الكيانات الكبيرة والمصالح المتشابكة، فإن التكامل بين شعوب وحكومات القرن الإفريقي أصبح أمرا مهما ولا مفر منه، كما أن تكامل هذه المنطقة بالوطن العربي هو لصالح الطرفين، وهناك التكامل العربي الإفريقي وهو لصالح الجميع. فإذا توفر الوعي والإيمان مع صدق النية والإرادة والتخطيط السليم، ثم البدء في تنفيذ ما تؤمن به،
فليس هنالك مستحيل تحت الشمس كما يقال، ولذا فإن وحدة المنطقة والتكامل بينها أمر ممكن حدوثه، بل إن الظروف مؤاتية لذلك. فأمامنا تجربة أوروبا التي تسعى لوحدتها، ولكن ليس بقرارات فوقية، بل بعمل دؤوب وعلمي مدروس لما يقارب نصف قرن من الزمان. أوروبا التي كانت تطحن بعضها بعضا في حروب أخطرها الحربين العالميتين الأولى والثانية والحرب الباردة بين المعسكرين، الآن تأخذ أوروبا شرقها وغربها طريقها نحو التكامل، بل إن العالم الغربي بكامله يسعى بكل السبل نحو ذلك، منطلقا من مفهوم أن العالم اليوم هو عالم الكيانات الكبيرة والقوية، وليس عالم الشرادم الصغيرة والضعيفة. الإخوة المستمعون متابعي إرينا الدولية، كنتم مع حلقة سادتي في برنامج متابعات. اختطفنا لكم سادتي جانبا من كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي للأستاذ المناضل الكاتب محمد سعيد ناود رحمه الله. نتوقف هنا سادتي على أمل أن نلقاكم في برامج قادمة وحلقات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد وجود المئات من اللاجئين الإريتريين في جنوب السودان. ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في آخر تقرير لها في نهاية الشهر الماضي بأن 2420 لاجئا إريتريا يتواجدون في جمهورية جنوب السودان، خاصة في جوبا وأنحاء أخرى. وذكر التقرير بأن 18% من هؤلاء اللاجئين هم من النساء، كما توجد بينهم أعدادا كبيرة من الأطفال. السعودية تسمح للمخالفين بمغادرة البلاد دون عقوبات. قالت صحيفة عكاظ السعودية بأن سلطات الهجرة السعودية سمحت لمواطني كل من السودان ونيجيريا وإريتريا وتشاد والصومال ودول أخرى بمغادرة البلاد دون ما أي عقوبات أو غرامات خلال فترة لا تتعدى 3 أشهر. الموت يغيب الفنان السوداني الكبير عبد العزيز المبارك. غيب الموت في العاصمة المصرية يوم الأحد الماضي الفنان السوداني الكبير عبد العزيز المبارك، وتحدث عنه الأستاذ سيف الدولة الفكي قائلا: فقدت الساحة الفنية الفنان الأستاذ عبد العزيز المبارك الذي وافته المنية الظهر يوم الأحد الماضي في القاهرة. ويعد عبد العزيز المبارك من رواد الأغنية السودانية ومن أشهر أغاني طريق الشوق وبتقولي لا وأغاني أخرى. بهذا الخبر المؤسف مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أكون قد قدمت لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان، ومن زميلي الأستاذ أحمد شريف، ومن زملائي في الإذاعة في باريس، أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.